بونجور ميزامي كومون طالبوا صباح الخير عليكم. النهاردة إن شاء الله طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي هنكمل مع بعض الدرس الأول في الوحدة الثانية اللي هي اسمها الكلوب دي فوتوغراف. الدرس الأولاني بنتكلم عن الطقس وعن فصول السنة. تمام، احنا خدنا مقدمة الدرس وخدنا بداية الدرس وخدنا منتصف الدرس، فاضل لنا الجزء ده اللي هو احنا هنتكلم عن الطون أو الكليما. لو طون الطقس، كليما المناخ. كلمة طون لها معنى تاني ولكن احنا حاليا هنتكلم فيها عن الطقس. طيب بالفلاحي كده لما اقول لواحد الجو عامل ايه، يبقى انا هستخدم في السؤال مين يا جماعة؟ فيرب فاعل. الله، ده احنا لسه واخدينه مع المهن. الفعل ده متبحر واسع الاستخدام واسع المجال. هتستخدم الفعل ده مع الضمير إلا. تمام، إلى المذكر بس لأنها عائدة على كلمة طون، فهيبقى إيه الفاء. فالتركيبة بتاعتي هتبقى عاملة ازاي؟ هنكتب الأول الإجابة ثم نحط السؤال. إل في، والإل ده ما بتتغيرش خالص يا جماعة، يعني ما تبقاش قليل المؤنث ولا تبقى للجمع ولا وأحط وراها ظرف. ظرف يعني حال الجو، كأني بوصف الحال، هو وصف الفعل. تمام، الحال هو وصف الفعل. الفي واحط الظرف بتاعي. طيب ناخد الجملة السؤال وبعدين بقى نبدأ نجاوب. السؤال بيقول لي quel temps fait-il؟ quel temps fait-il يعني بالفلاحي الجو عامل ايه؟ الجو بقى اخباره ايه؟ quel temps fait-il. ممكن السؤال ترتيبه يختلف. il fait quel temps. il fait quel temps يعني هو الجو عامل ايه يا جماعة. سواء ده الإجابة هتبقى كالآتي. نبدأ نشوف il fait وابدأ احط الظرف اللي ممكن يقابلني زي ايه مثلا. نبدأ نكتب الفيبو. هتقولي لي دي صفة، بس هي هنا جاية حال او ظرف بتوصف الفعل. الفيبو الجو جميل، الفيشو الجو حار، الفي فوا الجو بارد، الفي موفي جو سيء، الفي موديري يعني الجو معتدل، الفي مثلا نقوله سان يعني الجو صح. الفي بليفيو هاخد كلمة مطر واطلع منها حال بليفيو يعني الجو ممطر. يبقى الفي وهنحط كل دولت. يبقى لما اقولك الفي بو، الفي شو، الفي فخوا، الفي موفي، الفي موديري، الفي سان، الفي بليفيو، واقول لك اعمل سؤال. يبقى السؤال كال طون فيتيل، ما حال الطقس. يبقى تاني كال طون فيتيل، ما حال الطقس. ادي السؤال بتاعي كال مذكر طون فيتيل. يبقى السؤال ده ملوش علاقة بفيرب فير اللي هو يمارس، ده عن الطقس. الفي كال طون. هنا الفي بو، الفي شو، الفي فخوا يعني بارد، الفي موفي سيء، الفي موديري، الفي سان، الفي بليفيو يعني جو ممطر. فيه صفات كتيرة جدا ولكن انا بتكلم في المشهور خالص. مين؟ طيب انا ممكن اجاوب اقول اليا يوجد. احنا متعودين يوجد بستخدمها لوصف محتوى داخل مكان. طب ما انا هوصف المحتوى اللي في الجو زي ما قلنا. هوصف المحتوى اللي في الجو. يعني ايه محتوى اللي في الجو؟ يعني السماء فيها، انا شايفه فيها سحب، انا شايفه فيه امطار نازله من السماء، انا شايفه شويه شمس طالعين، انا شايفه رياح بتهب كده، انا مش شايفاها بعينيا قد ما انا حاساها. يبقى الحاجات دي كلها محتوى داخل الجو ذات نفسه. يبقى انا هستخدم معاها اليا. والدول اللي ورا اليا ليست حرف جر، انها تجزئه. يعني معلش، يعني الطقس بيبقى فيه رياح وعواصف مش هتلاقي كل ده مره واحده. بنفتح الشباك نبص نلاقي مثلا شويه مطر نازلين، يبقى جزء من الكل. نلاقي مثلا شويه شمس طالعين، الدنيا مش حر قوي، يبقى جزء. يبقى اليا تجيب لي الدهات اللي هي تجزئه. هنبدأ نشوف أول جملة عندي. il y a devant vent يعني رياح. يبقى في شوية رياح كده من ضمن الرياح الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية. فيه il y a de soleil
شوية شمس كده طالعين، شوية يعني أشعة شمس كده حلوة. il y a de la pluie. pluie يعني مطر. تمام. il y a de la neige. تلج. il y a de l'orage. orage عاصفة. il y a de la tempête. برضو عاصفة أو إعصار. il y a des nuages. nuages فيه سحب. il y a des brumes. brume يعني ضباب. تمام. يبقى أنا عندي هنا اليا مع هدهات. هنركز بقى معلش كويس على المذكر زي رياح، شمس. تمام. المؤنث زي ايه؟ بلوي، de la pluie، de la neige، de la tempête. تمام. اللي بدأ بمتحرك زي اوراج، دي سهلة ما فيهاش اي حاجة خالص. والجمع عندي دي نياج، دي بروم. تمام. يبقى اليا تجيب لي الدهاء. طب لو انا حبيت احط اليا دي في النفي يا جماعة، يعني كل الجمل دي قلت il n'y a pas، il n'y a pas، ما عادش بقى فيه لا سحب ولا شمس ولا رياح، الدنيا هادية والطقس مستقر وبص. يبقى هنا نياج، ونياج دي مذكر في الأساس بس مثلا جايلي هنا جمع، فأنا هاخد هنا دي ولا دو ولا دو ولا دولا. هنمشي بالمنطق، هي جمع يعني مش مفرد، مش مفرد. طب يا دي في هنا بنيجاسيون، نفي بالنو والايه والبا، يبقى الإجابة عندي دو أو دو أبوستروف. تمام. يبقى il n'y a pas de، مفيش أي رياح ولا دكار. يبقى هنا il n'y a pas لم يعد هناك دو أو دو أبوستروف، أحط الاسم ما عادش فيه أي سحب ولا. تمام. يبقى أول حاجة الفي بو، الفي شو، الفي فروا، الفي موفي، الفي تيد، الفي مداري. بعد كده والله هقول مثلا إليا وأحط الدهات. طب أنا مش عايزة أقول إليا دي مس، أنا ممكن أوصف السما ذات نفسها. أقول إيه؟ لسيال. يبقى سيال يعني السماء. ما أقول لسيال إيه بلو، سماء زرقاء، يبقى الجو حلو. للسيال الألوان بقى هتيجي معايا هنا ضروري. للسيال إيجري يبقى فيها سحب رمادية. للسيال إيه كوفير، كفر بالإنجليزي يعني غطا، كوفير يعني مغطى، يعني ملبدة بالغيوم. للسيال إيه كلير، يعني كلير صافية، الجو صافي يعني حلو، مفيش كذا يعني حلو كده. يبقى السماء زرقاء رمادية كوفير كلير. أنا ممكن أقول للسيال إيه بلان دو بلوي، يعني إيه بلان دو بلوي؟ يبقى بلان دو بلوي مليئة بالأمطار. تمام. يبقى أنا ممكن أوصف الطقس من خلال اللون، السماء اللي أنا شايفاه. ممكن أستخدم فيرب اسمه بليفوار، بليفوار يعني تمطر. تمام. وفعل اسمه نيجي يعني تسلج. فالأفعال دي في حد ذاتها أفعال غير شخصية، يعني هي مثل أفعال امبيرسونال. يعني يا جماعة ما ينفعش أقول أنا أسلك، أنت تسلك، هي تسلك. ده فعل ما بيقومش بيه غير حاجة واحدة بس، اللي هو الطقس أو السماء، الحاجة اللي ربنا خلقها كده. إنما ما ينفعش الأفعال التانية زي يأكل ويمشي وأنا بنسبها لشخص، دي مش بنسبها لشخص. نفهم يعني إيه غير شخص. فأنا هقول هنا il pleut، مهم جدا الفعل ده. il neige، بلو تمطر، نيج تسلك. تمام. هنربط عناصر الطقس بفصول السنة، يعني في الشتاء تسلك وتمطر مثلا. يبقى النيج اللي بلو. طيب أنا ممكن أدي سؤال كمان وأجاوب بيه من غير كالتون فتيل. عايزة أستخدم بقى الظرف اللي أنا قلته كصفة، هستخدم كومون إيه لو طون. يعني كومون ايه لو طون، كيف يكون الطقس يا جماعة. يبقى كومون لما تجيني يبقى معلش اللي انا هستخدمه صفة، كومون ايه لو طون. يبقى لما اجاوب السؤال ده هبدأ اقول لو طون الطقس،
ايه واحط صفة، ودايما الصفة هتبقى مفرد ايه مذكر، علشان كلمة طقس كلمة مفرد ايه مذكر. فانا هبدأ اقول لو طون ايه، الطقس بيكون بو جميل، شو حار، الطقس بيكون فوا بارد، موفي سيء، وهكذا. دكار. تمام، هنشوف مع بعض شوية أمثلة كده. هو بيقول استخدم اليا ولا الفي. اليا بتجيب الدهات، نحفظها، اليا بتجيب الدهات، الفي بتجيب الصفات. أول ما تلاقي أي دهات بأي شكل اعرف إن هي اليا. تمام، هنبدأ نشوف كده. أول واحدة دوفون رياح، رياح في دو تجزاء، يبقى اليا يوجد من الرياح بعض من الرياح. بو جميل، مفيش أي حاجة، يبقى دي صفة، يبقى الفي بو الجو بيكون جميل. دو بمعنى لطيف أو جو رقيق، يبقى برضو الفي الصفة دي كنا واخدينها قبل كده. نياجو مفيش قدامها يمس دهات، يبقى دي صفة جاية من كلمة نياج سحابة، يبقى نياجو يعني مسحب، يعني به سحب، يبقى الفي. عندي هنا دي نياج، الله دي سحب في دهات، يبقى إليا. عندي هنا دي بروم ضباب، يبقى برضو إليا. عندي هنا إليا، يبقى إليا بتجيب الدهات، الفي بتجيب الصفات، يبقى عندي 3 إليا و3 الفي. إليا دي فون، إليا دو نياج، إليا دي بروم، الفي بو، الفي دو، الفي نياج جو. دكار. نشوف الأسئلة التانية اختياري. أنا بقول هنا الفي ال بتجيب لي في، لو طون بتجيب لي إيه. أنا عندي كلمة لو طون الطقس يكون، مفيش يفعل دي خالص، يبقى هستخدم فيرب مين؟ فيرب إتر، الطقس يكون. لو طون إي فوا، الطقس بيكون بارد. طب لو سوار ال بتجيب لي في، الفي الجو بيكون فوا، الجو بيبقى بارد عامل برد، بالجو عامل البرد، يبقى أنا بوصف الفعل. أباري الفوغ، في باريس هي بقوة. كلمة فوق هنا صفة بمعنى قوي، ولكن هنا هوصف الفعل يا جماعة هتبقى بقوة حال. يبقى هل هي ولا في ولا بلو ولا فا؟ في عايزة حال صفة، ما هي مثل صفة، لا صفة للطقس، بوصف الشكل أنا شايفاه حار بارد سيء، يبقى هنا الجو بتمطر بقوة، يبقى il pleut fort. يبقى هنركز على الصفة دي يا جماعة. هنا حال بوصف المطر، فعل تمطر، قوة الفعل ذات نفسها، يبقى فور هنا ليست صفة إنما حال. دكار. نشوف الجملة اللي فاضلة. لو طون ايه، الطقس بيكون، أنا هوصف بقى الطقس حار بارد سيء، هنا نفس الصفة ولكن بأشكال مختلفة. لو طون فيها اس ولكن مفرد مذكر، يبقى أنا عندي الإجابة شو الأولى اللي هي مفرد مذكر، لا تنفع المؤنث ولا تنفع الجمع. ماشي دكار. هنيجي دلوقتي ونشوف، أنا لو عايزة أقول أنا حاسس بالبرد، أنا حاسس بالحر، احنا اتكلمنا بقى عن الطقس، الطقس هنا اتكلم عن الجو بياخد فيرب فاعل. الشعور بالبرد والحر هستخدم فيرب افوار، يبقى شو فوا. طب دول بيتغيروا؟ نو نو نو، اللي بيجي بعد افوار ما بيتغيرش، فانا هقول هنا جي فوا، يبقى انا حاسس بالبرد، يبقى البرد هنا احساس ما يتجمعش يا جماعه. نو زافون، احنا حاسين فوا بالبرد، يبقى اللي بيجي بعد افوار ما بيتغيرش، وانا مش فاكر فيرب افوار، نفتكر مع بعض هنا جي، تويا، إلا، ألا، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont، ده تصريفه مع الضمائر بتاعتي كلها، يبقى ده فيرب avoir، لديه أو يمتلك. ماشي دكار. يبقى أنا هنا عندي فيرب avoir أهو، اللي بيجي بعد avoir ما بيتغيرش. نشوف بقى أمثلة كتير اختياري عليهم عشان نشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي. لو أنا بقول والله elle froid، كأقول هنا ألي، ألا، ألفي، ألفا. طيب لما أقول إل مفرد مذكر و، حل الجملة اللي فوق الأول كده. الطقس يا جماعة دائما مفرد مذكر،
الطقس دايما مفرد ايه؟ مذكر. يعني الطقس عمر ما الاقي ال ولا الكلام ده، فبالتالي لو لقيت اي ضمير غير ال بتاعت المذكر هنا يبقى ده احساس او شعور، يبقى هاخد فيرب افوار. ماشي، نركز مع بعض. انا بختار ازاي، او ازاي لما تجيني جمله زي دي بالمنطق اعرف اختارها. الطقس دائما مفرد مذكر، اي حاجه غير ال المفرد المذكر يبقى ده احساس او شعور، سensation. حاسه بالبرد، حاسه بالحر، حاسه بالصداع، يبقى هنا فيرب افوار. داكور. ايه بقى هنا الجمله دي انا ما ينفعش احط فيها فيرب افوار وفيرب فير مع بعض، غلط، لان ممكن يبقى احساس ممكن يبقى طقس، فلازم احط حاجه فيهم فقط. فانا مثلا هقول الفي الي الفا. طيب بصوا كده هنا الفروا لغايه هنا وسكت، يبقى ممكن هو حاسس بالبرد او الجو بيكون برد. مفيش حاسس هنا في مثل في الاختيارات، يبقى هاخد فيرب ايه؟ فير. الفي فروا. طب في جمله كنا واخدينها ورا هتلاقوها، انا هكتبها لكم، وكنت حاطه الاجابتين. طب ليه خدت دي وما خدتش دي؟ لما اقول il نقط و بارتو، هنا في كلمه معينه هتساعدني، فانا هقول الفي إلا إلي إلفا. فهنا أنا بقول أن الجو بيكون برد في كل مكان. كلمة بارتو يعني في كل حتة، كل حتة هنا في البلد أو في المدينة أو في الدولة الجو برد، أروح هنا برد أروح هنا برد أروح هنا برد، يبقى هنا جملة طقس. يبقى هنا هقول برضو il fait froid partout، الجو بيكون برد في كل مكان. تمام، ماشي. نشوف كمان ممكن مثلا ناخد ايه كجملة اختياري، نعكس الفكرة. لو ما اقول هنا nous avons، رحت كاتبة هنا froid ولا froid ولا froide، ادي جملة. لما اقول مثلا le soir ندى نقط، واقول والله شو ولا شد ولا شو، ركز على الفعل تجيب الإجابة. بصوا كده معايا، ده فيرب مين؟ افوار، يبقى اعمل ستوب. ده فيرب مين؟ افوار، يبقى اعمل ستوب. يبقى مادام افوار يبقى الإجابة ثابتة ما بيتغيرش، اللي وراها ثابت، واخد الشكل المذكر اللي هو السائد اللي ما بيتغيرش خالص، اللي هو أول مرة بتعرف عليه. يبقى عندي هنا فوا وعندي هنا شو، يبقى هي تشعر بالحر تشعر بالبرد. ما ينفعش أقول لك هي بتكون حرانة بتكون بردانة، لا. طيب هدي جملة كمان علشان نشوف الدنيا. لو قلت لك والله je porte une robe نوت شو، وهي مسكت في الدهن ده. دي يا جماعة تكنيكات وحاجات اللي بتميز الطالب اللي فاهم عن الطالب اللي حافظ، دي لازم نفهمها كويس. الامتحان كله بيبقى سهل، ممكن تجيلي جملة بس زي دي تعطل الدنيا، ليس إلا. طب أنا هتعطل في دي، خلاص نحل الامتحان ونسيبها على الله. جي بورت اون روب، هنا هل في فيرب افوار؟ نو يا مس. هل دي جملة طقس؟ نو يا مس. أنا أرتدي فستان، يبقى أنا بوصف الفستان حار. إزاي فستان حار؟ هنا ثقيل، فستان تقيل، يعني أول ما ألبسه يديني إحساس بالدفء زي الفساتين الصوف كده والحاجات الصوف. يبقى هنا أنا بلاقي فيرب تاني خالص، بورت يرتدي، إن روب، يبقى أنا بوصف الفستان شد، فستان تقيل. تمام. عندي بقى يبقى الملابس لما اخد معاها كلمة شو يبقى ثقيلة. أنا عندي مثلا هسأل بقى عن الطقس في الشتاء، كال طون في تيل، الجو عامل ايه؟ اونيفير. أنا ممكن أجاوب بحاجات كتيرة، أقول والله لا تومبراتور، يعني ايه؟ تومبراتور درجة الحرارة ايه؟ كلمة مؤنثة بس، يعني منخفضة تحت. طب في الصيف إليفي مرتفعة، زي يوجد شمس. تمام، ممكن أقول لو سولاي الشمس إي بريون، بريون يعني لامعة. يعني ايه مس لامعة؟ يعني الشمس طالعة منورة ومزهزهة.
لما اقولك الشمس تسطع لسولي بغي، يبقى دي كلها صفات واشياء مرتبطه بالطقس. دكار. طب حاليا انا دلوقتي لو قلت لك اوصفي لي الطقس في الاربع فصول، ده كموضوع يجي لك ديكري لو طون بوندون لي كاتر سيزون، اجمل واسهل موضوع. انا هاخد فصل فصل وابدا اتكلم. لو قلت هنا اونيفير في الشتاء، الفي الجو عامل ايه يا جماعه؟ هو الجو برد. عايزه جملتين على كل موسم كده، تمام؟ ايه كمان؟ ده كده البلو يعني تمطر، تمام. ايه كمان؟ اليد لانيش في تلج. يبقى ده لو قال لي في الشتاء. طيب انا عندي هنا لو قلت اونيتي في الصيف، يبقى برضو هتكلم عن الصيف. والله اليد سولي في شمس. اكتب براحتي يا جماعه اللي انا عايزاه، مفيش حاجه كده تقيدني. الجو حر ولا برد؟ بما ان في شمس الفي شو، ممكن اقول الفي شو اليد سولي عادي، مش لازم الترتيب. ماشي. بعد كده فيه ايه؟ السماء بتكون عامله ايه؟ لو سيال كلير، تمام. بعد كده انا عندي اونوتون الخريف. الجو عامل ايه في الخريف يا جماعه؟ والله الطقس بيكون سيء، يعني مش حر ومش برد، يعني حاجه كده. لو طون اي موفي، يعني سيء، تمام. ادي واحده. ايه كمان؟ والله فيه رياح، إليا ديفون. وعندي اوراق الشجر تتساقط. لي فوي دي زاربر تومب، فيرب تومبي يعني تتساقط. عندي هنا au printemps. الربيع. في الربيع الجو عامل ايه؟ الجو جميل، الفيبو، تمام. الجو حلو. في كمان السماء بتكون بلو زرقاء، لو سيال اي بلو، يعني ما بيبقاش بقى فيها سحب ولا كده. يبقى انا عندي هنا لو قال لي اتكلم عن الاربع فصول، ادي برانتون، ادي اوتون، تمام. ادي التي، تمام. ادي ايفير الشتاء، ادي الفصل الاولاني، ادي الفصل الثاني، ادي الفصل الثالث، ادي الفصل الرابع، تمام. في مشكلة في الموضوع ده؟ يبقى سهل خالص عندي ان انا اعرف اجيب باللي انا كتبته واتكلم. دكار. طيب موضوع كمان لو قال لي اتكلم عن الاكتيفيتي، الانشطه في البوندون لي كاتر سيزون، في الاربع فصول، يعني ايه اللي بتعمله في الشتاء وفي الربيع وفي الصيف وفي الخريف، تمام. هنكتب نشاط على كل جمله. بارل ديز اكتيفيتي بوندون لي كاتر سيزون. والله الراجل ده بما انه بيحب الشتاء هيقول اونيفير في الشتاء. نجيب بقى عناصر الطبيعه. جو في على مونتانيا، بيروح الجبل. ليه يا جماعه بيروح الجبل؟ بيعمل ايه هناك؟ لا هناك جو في دو سكي، بيبدأ بيمارس نشاط التزلج. افيك مع ليزامي، الأصدقاء. ادي كده في الشتاء بيعمل ايه، تمام. هنكتب فصل فصل لوحده. انا عندي هنا اونيتي في الصيف، جو في على مير او على بلاج، بيروح الشاطئ. طب ليه بيروح الشاطئ يا جماعة؟ بور ناجي، علشان يعوم. خلاص، بور فيغ دو لا ناتاسيون. كمان ايه بيعمل ايه هناك؟ جو في دي كامبينج، بيقوم بعمل مخيم. افيك ليزامي، ممكن استغنى عن الجملة دي، مش مشكلة يعني. يبقى انا عندي هنا في الصيف بيعمل ايه. عندي بعد كده او برانتون في الربيع، جو في دو فيلو، بيركب ايه؟ الدراجة. الا فوغي في الغابة.
أو كومباني الريف. داكور. عندي بعد كده الفصل اللي فاضل اللي هو أونوتون في الخريف. تمام. الخريف ده مفيهوش أي حاجة غير إن هو جيجو هيلعب بقى على الكمبيوتر افيك مثلا اديجي فيديو، هيلعب ألعاب إيه؟ فيديو. ما خلاص الجو مش حلو يعني خلاص. السيرف، سيرف يعني يتصفح. سور انترنت، على الانترنت. داكور. يبقى انا عندي هنا اونيفير، اونيتي، او برانتون، اونوتون. بدات اتكلم عن كل موسم انا بعمل فيه ايه. يبقى احنا كده خلصنا الدرس ده بالمواضيع بتاعته، وان شاء الله باذن الله هنبقى نحل عليه برضو اكزامان. تمام. لما نخلص الدرس التاني والتالت علشان الدنيا تبقى سريعه كده، او ممكن ناخد اكزامان عليه قبل ما نبدا الدرس التاني. داكور. اتمنى لكم ان شاء الله حظ موفق باذن الله في كل حاجه في حياتكم. الى اللقاء. au revoir.